أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. لقاؤنا اليوم مع رجل لديه خبرة طويلة في قطاع الهندسة والمقاولات، حيث شارك في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها، منها مشروعات في مجال الصحة والتعليم ومعالجة الصرف الصحي، ومشروعات بالعاصمة الإدارية، وكذلك مشروعات بقبرص والأردن والمملكة العربية السعودية. لقاؤنا اليوم مع المهندس أحمد جرانة، رئيس مجلس إدارة شركة سمت، وبرحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا بيك. لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالمهندس أحمد جرانة. المهندس احمد جرانه، انا بقالي 30 سنه في مجال المقاولات. خدمت في القوات المسلحه سابقا لحوالي اكثر من 20 سنه، وبعد كده خرجت فتحت شركتي وبدات في العمل في مجال المقاولات، واضفت عليه مجال الطاقه الشمسيه. لينا خبره كبيره في مجال الهندسه واداره المشروعات. الحمد لله تم تاسيس الشركه دي في 2013، وهي متخصصه في مجال الهندسه والمقاولات واداره المشروعات والطاقه الشمسيه. الحمد لله قدرنا ان احنا نتواجد في السوق بقوه، وثبتنا تواجدنا بمشروعات ناجحه لاكثر من جهه، منها الجهه الاساسيه اللي فيها القوات المسلحه، لان انا ابن القوات المسلحه. فطبعا كان من الاساسي ان انا ارجع واشتغل في القوات المسلحه، وهي اللي ليها الفضل عليا، وهي اللي ساعدتني ان انا نقدر نتواجد ونبقى في شركه بهذا الحجم. لو اتكلمنا عن أهم المشروعات اللي نفذتها الشركة منذ إنشائها وحتى الآن. من ضمن المشروعات اللي نفذتها الشركه، الحمد لله احنا نفذنا مشروعات ناجحه كتير. اشتغلنا في مجال الصحه، مجموعه كبيره من الوحدات الصحيه والمستشفيات. اشتغلنا في المعاهد الازهريه. عملنا مراسي نهريه في الجنوب. عملنا مركز استعلامات في ابو سمبل، وده كان من المشروعات الصعبه لطبيعه تواجدها، وكان تحدي كبير بالنسبه لنا ان احنا كشركه في القاهره ننفذ مشروع في ابو سمبل على بعد اكثر من 1000 كيلو. عملنا مشروعات مصانع، اشتغلنا في العاصمه الاداريه. الحمد لله لينا تواجد في اكثر من قطاع. قبل التصوير كنا دردشنا مع بعض وعرفنا طبعا بتاريخ الشركة أنها نفذت العديد أيضا من المشروعات خارج مصر، منها قبرص والأردن. إيه حضرتك لو تكلمنا عن هذه المشروعات أيضا؟ المشروعات اللي خارج مصر كانت بتتمحور ناحيه الطاقه الشمسيه، لان احنا كشركه احنا متخصصين مش في الطاقه الشمسيه بمجال عام، لا احنا متخصصين في الطاقه الشمسيه المعماريه اللي هي بيطلق عليها البيلدينج انتجريشن فوتوفولتايك. احنا اول شركه تنفذ مشروع في القريه الذكيه لبنك CIB، اللي هو بالطاقه الشمسيه الزجاجيه، اللي هي الواح الطاقه الشمسيه المنفذه للطاقه. ودي حاجه مفيده جدا، وان شاء الله يتم استخدامها بشكل اوسع في العاصمه الاداريه الجديده. ما هي رؤيتك ورسالتك كرئيس لشركه سمت لاداره مشروعات الطاقه الشمسيه؟ مشروعات الطاقه الشمسيه تحديدا ولا النشاط عامه؟ الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه يعني محتاجه مجهود كبير شويه، ومحتاجه دعم من الاستثمار علشان نقدر، لان الطاقه الشمسيه الكابيتال بتاعها او راس المال بتاعها للاستثمار راس مال كبير. فالمشروعات بتاعتها محتاجه وقفه قويه ان احنا نقدر نتوجه ونلزم الشركات باستخدام الطاقه الشمسيه. على سبيل المثال احنا بنستخدم الالكومات والالومنيوم، ودي حاجات بتولد الانبعاث الحراري. وبنستخدم الازاز العاكس، ودي طبعا حاجات بتولد الانبعاث الحراري. في حين ان احنا لو استخدمنا الزجاج المنتج للطاقه الشمسيه، ده هيقلل الانبعاث الحراري للمنشآت، وهيخلينا نستخدم طاقه اقل في اجهزه التكييف، وينتج بالنسبه لنا طاقه تقلل استخدامنا. فاحنا محتاجين ندي نظره معماريه لاستخدام المنشآت بتاعتنا باستخدام الطاقه الشمسيه. اعزائي المشاهدين، هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس احمد جرانه رئيس مجلس اداره شركه سمت، وبرحب بحضرتك مره ثانيه يا فندم معانا. اهلا بيك. مهندس احمد جرانه، ازاي بتواجه التحديات والصعوبات اللي بتواجه قطاع المقاولات؟ طيب، الحته دي انا ليا فيها نقطه صغيره. انا لو حضرتك حبيت اتكلم معاك على التحديات والصعوبات مش هنبقى ناس ايجابيين. النقطه اللي احنا بناخدها او بنتبناها في الشركه مش هي التحديات موجوده في العالم قبل ما نكون موجودين وهتستمر بعدينا، لكن اهم نقطه ان احنا نعرف احنا واقفين فين وايه التحدي اللي موجود قدامنا وازاي نقدر نفكر ان احنا نتجاوزه ونعدي منه بنجاح. مفيش حاجه هتوقفنا، مفيش حاجه توقف اي شاب او اي شركه عند مكان محدد. كل التحديات وجدت لان احنا نقدر نفكر ازاي نتجاوزها ونعدي بيها ونقدر نحافظ على نفسنا وعلى بلدنا. ده الرد للتحديات. انا لا اسر التحديات. لو اتكلمنا عن الفلسفه والاستراتيجيه اللي وضعها المهندس احمد جرانه في ادارته لشركه سمت. والله هي مش فلسفه قد ما هي فكر، وهي وجهه نظر شخصيه. انا بعامل كل موظف موجود في الشركه كانه صاحب شركه. كل موظف في الشركه بيتعامل طبقا للهيكل التنظيمي بتاعه، وبيتخذ قراراته وبيتحمل مسؤوليتها طبقا لمنصبه في الهيكل التنظيمي. يعني بعمل ايه؟ بعمل توزيع للمهام وبدي سماحيات وبدي صلاحيات. بعض الشركات بتخلي الصلاحيات والصلاحيات في ايد رئيس مجلس الاداره او المدير المنفذ. ده يعوق العمل، لكن كل فرد له طاقه ايجابيه يجب ان نستفاد بيها. كل بني ادم بيشتغل في الشركه فهو اضافه بفكره للشركه. انا بستفاد بفكر كل فرد موجود. ونقطه احب اضيفها لحضرتك، نقطه مهمه، يعني ان الشباب اللي موجودين بافكارهم هم اللي بياخدوا الشركه للمكانه اللي افضل من اللي هي موجوده فيها. عمر الشركه ما كانت تكبر بدون الشباب اللي موجودين فيها اللي خدوا الشركه ووصلوها للنقطه اللي احنا موجودين فيها. فانا بعامل الناس بالامان وبالحب وبالتعليم وبالتوجيه، وان احنا دايما في ايدين بعض عشان نوصل لافضل نتيجه ممكن نوصل لها. مش احسن نتيجه لكن افضل نتيجه. افضل نتيجه. مهندس احمد، ما هي خططك واهدافك المستقبليه لشركتك، وهل تفكر في التوسع الى اسواق جديده او قطاعات جديده؟ طبعا بنفكر نتوسع. بنفكر اساسا ان احنا نحافظ على الاستقرار الشركه وثباتها وتنميتها من خلال تنميه الموارد والكوادر اللي موجوده فيها. وبنفكر وده يعني الموارد دي واللي موجوده يدينا قدره وقوه ان احنا نتوسع في الاسواق اللي حوالينا، زي الاسواق اللي موجوده في المملكه العربيه السعوديه فيها حركه توسع وتطوير عمراني غير عاديه، وكذلك في الامارات في ابو ظبي وفي دبي. لكن احنا ان شاء الله بنبص على سوق المملكه. احنا بالفعل احنا انشانا فرع للشركه بشراكه سعوديه في المملكه العربيه بقالنا فتره، ومتواجدين حاليا، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا نحقق نجاحات ونعود بالنفع لينا ولبلدنا. بالتوفيق دايما ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس احمد جرانه رئيس مجلس اداره شركه سمت، وبرحب بحضرتك مره ثانيه يا فندم معانا. اهلا بيك. دائما سياده الرئيس بيدعو بدور الشباب، وعايز حضرتك بخبرتك وبتاريخك داخل قطاع المقاولات توجه رساله للشباب اللي حابين ان هم يقدموا على العمل داخل قطاع المقاولات، تقول لهم فيها ايه؟
طب السؤال ده متشعب وكبير وله أكتر من محور للرد عليه. أولًا قطاع الشباب هو القطاع الأساسي للنمو بقاطرة النهضة في مصر أو في العالم. ده النقطة الأولانية. النقطة التانية قطاع المقاولات هو قطاع متعدد الطوابق، بياخد من أول العامل البسيط إلى المهندس إلى الدكتور مهندس. مع اختلاف الشرايح وسعة الشريحة التعليمية والشريحة الفكرية، إحنا محتاجين نهتم أكتر بقطاع المقاولات من ناحية التدريب لكل شريحة من الشرايح دي. النصيحة اللي أنا أوجهها للشباب: اشتغل على نفسك، خليك أمين في شغلك، خلي عندك قلب على شغلك. الخبرة أو المعلومة اللي ناقصة بتتعلمها، لكن إن أنت يكون عندك قلب ويكون عندك ضمير وعندك خوف على شركتك وكيانك ومراعاة ضميرك وشغلك وربك وأنت بتمارس العمل ده، دي أهم شيء. إحنا بنحافظ على الشخص اللي عنده قلب وعنده ضمير لهذا المكان، وبنؤهله وبندربه وبنساعده وما بنبخلش عليه بأي معلومة. لكن اللي بياخد الأمور سهلة، لا، مفيش حاجة بتيجي سهلة. على قد ما هتتعب على قد ما هتلاقي نتيجة، على قد ما تدي على قد ما هتاخد وأكتر. ادي شغلك وقته، وادي شغلك حب، وحب شغلك بالظبط. وتمتع وانت بتشتغل، هتلاقي عائد كبير جدا وهتلاقي الدنيا بالنسبة لك مختلفة. هل راضي المهندس أحمد جرانة عن أداء شركة سمت في الوقت الحالي أم بيطمح في المزيد في المستقبل؟ الرضا ده غاية مهمة لازم نوصل لها. طبعا أنا راضي عن الشركة وأطمح في المزيد والمزيد 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 إلى ما لا نهاية، وليس لي حد للطموح اللي أنا بفكر فيه إن الشركة توصل. أنا حلمي من أهم أحلامي إن الشركة دي يبقى اسمها عالمي، مش محلي فقط، لا، عالمي. يعني على قد ما يكون رجلنا قوية وموجودة في مصر، لا، أنا محتاج الشركة دي يبقى اسمها يتردد عالمي. وبمين؟ بالكوادر اللي بدأت الشركة من سنة 2013 وقبل 2013. الحمد لله في عاملين معانا من قبل 2013 موجودين في الشركه، وزملاء ليا، ما اقدرش اقول عاملين، ما اقدرش اقول على اي حد في الشركه هو عامل في الشركه، لا، هم زملاء اخذوا الشركه ووقفنا في ظهر بعض ان احنا نكون موجودين، وبيهم ان شاء الله نوصل العالميه. بالتوفيق ان شاء الله يا فندم، ومن تقدم الى تقدم. اعزائي المشاهدين، تعالوا معنا بتقرير من داخل ارض الواقع والقاء الضوء على ما يتم تنفيذه من مشروعات قوميه تحت مظله وقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ شركه سمت لها من ارض الواقع. فابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، وزي ما احنا واقفين معاكم دلوقتي من داخل ارض الواقع والقاء الضوء على ما يتم تنفيذه من مشروعات داخل محافظه اسيوط، احنا موجودين معاكم دلوقتي من داخل قريه الوسطى، وبالتحديد من امام مشروع طب اسره قريه الوسطى مع الشركه المنفذه لهذا المشروع العملاق، والمهندس احمد صلاح مدير مشروع شركه سمت. وبرحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. في البدايه لو خدنا نبذه وعرفنا المشاهد بالمشروع اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. ده حضرتك مشروع مركز طب الاسره، النموذج العوضي، عباره عن 3 ادوار، مساحته حوالي 1000 متر مسطح، بيخدم قريه الوسطى والقرى اللي تابعه عليها. بيحتوي على عياده اسنان، في غرفه اشعه،
في كل الحاجات اللي تقدر تخدم بيها اهل القريه. امتى ابتديتوا تنفيذ هذا المشروع ومنتظر يتم الانتهاء منه في خلال وقت قد ايه؟ ابتدينا المشروع في شهر يناير 23، وان شاء الله نخلص خلال شهرين باذن الله ان شاء الله. العوائق اللي قابلتكم اثناء تنفيذ هذا المشروع وازاي قدرتوا انكم تتغلبوا عليها؟ هو حضرتك العوائق اللي قابلتنا ان معظم متطلبات المشروع كلها يعني ايه، يعني بتاخد وقت في التوريد والتصنيع، فاتعاقدنا عليها من فتره والحمد لله الشركه مدفعه معانا جامد يعني الحمد لله، وان شاء الله نخلص في اقرب وقت باذن الله. لو في كلمه بتوجهها رئيس مجلس اداره شركه سمت على الدور اللي بيقوم بيه في دفع عجله التنميه وتذليل العوائق للمشروعات اللي بيتم تنفيذها على ارض الواقع، تقول له فيها ايه؟ السيد المهندس احمد جرانه رئيس مجلس الاداره شركه سمت متواصل معانا يوميا ليل ونهار، والحمد لله مش مأخرنا على حاجه خالص، وان شاء الله باذن الله ننفذ ونخلص في اقرب وقت باذن الله. مشاهدينا الاعزاء، ولسه مكملين معاكم جولتنا من داخل مركز الواسطه، وبالتحديد احنا معاكم دلوقتي من امام مشروع مركز تنميه الاسره والطفل، ومعايا في هذا اللقاء المهندس احمد امين المهندس التنفيذي لشركه سمت الشركه المنفذه لهذا المشروع. في البدايه برحب بحضرتك معايا يا فندم. برحب بيك استاذ محمد وبرحب بكل الساده المشاهدين. قول يا باشمهندس، لو اتكلمنا عن مشروع مركز الاسره والطفل، امتى ابتديتوا تنفيذ هذا المشروع؟ تمام، بدانا مركز تنميه الاسره والطفل في شهر 3 سنه 2023. المشروع تم تنفيذه في خلال 7 شهور. مشروع حاليا 100% جاهز للتسليم وجاهز للتشغيل. تفاصيل المشروع تقريبا على مساحه 1000 متر مسطح، عباره عن ارضي واول. بيخدم طبعا المطلقات والارامل وذوي الاحتياجات الخاصه، وفي ورش تدريب، وفي فصول محو اميه، وفي حضانات. المشروع هيخدم كل القريه وكل اهالي الواسطه، وده طبعا بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات طبعا جهاز الاشراف، وطبعا الساده المهندسين والشركات المنفذه. وخلاص يعني احنا تقريبا خلاص 100% من المشروع وتقريبا جاهز للتسليم. العوائق اللي قابلتكم اثناء تنفيذ هذا المشروع وازاي قدرتوا انكم تتغلبوا عليه؟ تمام، العوائق بالفعل عشان في مشاريع اخرى شغاله بالخارج، زي مشاريع خطوط الغاز وخطوط الميه وتجديد شبكه الكهرباء. فدوت بالفعل كان في كوردينيشن ما بيننا وما بين باقي الشركات ان احنا نقدر ندخل تشويناتنا وخاماتنا وشغلنا. فكان بيبقى في بعض العوائق، بس نقدر نتغلب بيها ان احنا يعني نبدل حاجه بحاجه، نبدل مخلفات مثلا بحاجه، نبدل عربيات باخرى. فقدرنا يعني بالفعل في وقت كويس ان هو في خلال 7 شهور نكون سلمنا المشروع 100%. دايما سيادة الرئيس بيدعو بدور الشباب، كلمني عن دور الشباب في تنفيذ المشروعات القومية، واحساسك ايه وانت بتشاهد اي مشروع او بتكون مشارك في تنفيذ المشروعات القومية اللي بيتم افتتاحها على مر السنين اللي فاتت دي واللي هيتم افتتاحها في الفترة اللي جاية. لما بتشوف مشروع انت شاركت فيه، لو في رسالة بتوجهها من هنا للشباب تحسهم على المشاركة في تنفيذ المشروعات العملاقة اللي بيتم تنفيذها عل ارض الواقع، تقول لهم فيها ايه؟ جميل. اقدر اقول كل الشباب في العموم، وبالذات يعني فئه الشباب المهندسين، خصوصا حديث التخرج او الخبره، ان احنا كلنا طبعا بنسعى وبنجتهد وبنتعلم لخدمات الدوله وغير الدوله. في طبعا غير مشاريع التضامن، في مشاريع صرف صحي، في مشاريع كباري، في مشاريع كهرباء، في مشاريع وحدات صحيه، غير طبعا مشاريع التضامن. فكل دوت في مبادرة حياة كريمة طبعا فتحت فرص شغل لكل الشباب. فبنقدر على قد ما بنقدر ان احنا نخدم اهالينا قبل اي حاجة، وبنخدم طبعا الدولة. فالله المستعان طبعا علينا، وبوجه كل الشباب ان احنا بنسعى في بلدنا اكيد. مهندس احمد امين، مهندس تنفيذي لشركة سمت، انا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع. شكرا استاذ محمد، شكرا.
ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير ده من داخل أرض الواقع، ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس أحمد جرانة رئيس مجلس إدارة الشركة. وبرحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا بيك. أخيرا خلينا نتحدث عن دور الابتكار التكنولوجي في تطوير قطاع المقاولات. التكنولوجيا هي داعم رئيسي في مجال المقاولات، واصبحت او كانت وما زالت وستستمر ان هي تقود العمل في المقاولات. التكنولوجيا بتدينا التحكم في جوده المشروع، مراقبه المخططات والجداول الزمنيه مع المنفذ على الطبيعه، الرؤيه امتى الخطا هيحدث، الرؤيه المستقبليه للنجاح، تمثل كواليتي اشورنس وتمثل كواليتي كنترول للمشروع، بتؤهل اكبر عدد من المقاولين ان انت يبقى عندك قاعده عريضه من المقاولين وكل واحد يطور من نفسه وتقدر تعمله تقييم في ادائه. التكنولوجيا بتساعدك للسرعه والدقه والجوده لتنفيذ الاعمال. لا غنى عن التكنولوجيا في قطاع المقاولات، وقطاع المقاولات متطور للغايه. احنا كشركه على اطلاع دائم باحدث البرامج اللي بتتم، وبنطور نفسنا وبنطور ادائنا سواء في المكتب الفني او في المواقع، ان احنا نقدر نخلي التكنولوجيا هي اللي مسيطره على مجال التنفيذ في المشروع. لكن لازم وانصح كل الناس ان هي تكون دايما بتحدث نفسها في البرامج التعليميه اللي موجوده. أخيرا وليس بآخرا، كلمة توجهها إلى أبنائك العاملين بشركة سمت. ابنائي العاملين بشركه سمت هم اخواني وابنائي. انا بشكركم جميعا، من اول شركائي في مجلس الاداره المهندس محمد سكري الشريكي في الشركه، وزملائي اللي بدأوا معايا. بشكركم على ادائكم، واتمنى منكم المزيد للشركه، وانتم تحافظوا عليها وتاخدوها لمكانه انتم بتحلموا بيها اكتر من الحلم اللي انا بحلم بيه. كلمة توجهها لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقول له فيها إيه؟ شد حيلك يا ريس، احنا معاك وربنا يوفقك ان احنا نوصل لاحسن من ما احنا واصلين ليه. احنا بنشكرك على الفتره اللي فاتت وبندعمك في الفتره اللي جايه، وتحيا مصر. تحيا مصر. باقة ورد يهديها المهندس أحمد جرانة، فإلى من يهديها؟ إلى والدتي وأهلي وزملائي، هم دول أسرتي، ووالدي الله يرحمه. مهندس أحمد جرانة رئيس مجلس إدارة شركة سمت، أنا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع يا فندم. أشكرك. شكرا. وفي نهاية حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم الذي أمتعنا بحديثه الشيق، وانتظرونا في الحلقة القادمة من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء.